أنتم أيها المصريون الأصلاء الأقباط، أنت يا من تدعي أنك من قبائل عربية، أنت لست عربيا، أنت مصري تم تعريبك. أنت أيها الصعيدي اللي عمال تقول لي أنا عربي، أنت لست عربيا. العرب هم مجموعة الصعاليك البدو اللي حوالين كده الدلتا اللي تلاقيهم في سينا. تمام. انا مش عايز اشتم البدو اللي هم بتوع ليبيا، اللي هم القبائل اللي هي بني علي دول، ان هم بصراحة ما ضروش مصر في حاجة يعني، على اللي ظاهر لي لغاية الان. تمام. وعندهم ولاء للدولة المصرية. لكن انا بكلمك بقى على الصعايدة اللي في الجنوب دول بقى، اللي هم في قنا وبتاع قنا دي، مفروض يتعمل لها مش تطهير عرقي، طرد القبائل بقى اللي موجوده دي، اعاده تهجيرها من هذا المكان، واللي يشيل فيهم سلاح يداس بالدبابات. لازم نزع السلاح من الصعايده سلاحا سلاحا، لان هم مجرمين. هم احفاد الغزاة العرب، جزء كبير من الصعايده احفاد الغزاة العرب، خلي بالك. تمام. فيجب نزع سلاحهم وتقليم اظافرهم. وان لم يقبلوا بالهويه المصريه الكيميتيه القديمه الفرعونيه فليرحلوا الى جزيره العرب. نحن مصريين المقدس. انا لو هعمل نشيد وطني لمصر اسميه اسجد لمصر، زي النشيد الوطني الهندي اسجد لهند. من لا يسجد لمصر ليس مصريا. عايز تسجد لله بتاعك ولا ليسوع، روح اسجد بره مصر. المصري يسجد لمصر فقط، هي الشيء المقدس الوحيد. وأجدادنا المصريين القدماء هم الأشخاص المقدسون الوحيدون في هذه البلاد. تحتمس الثالث ومينا نرمر موحد القطرين، والملك رمسيس العظيم، والملك تحتمس الثالث أول إمبراطور في التاريخ الذي أخضع الشرق والغرب وكان يحكم 3 قارات. تمام. هم دول أجدادنا. إخناتون، توت عنخ آتون أو توت عنخ آمون، دول أجدادنا، هؤلاء هم المقدسين. أما بدو صعاليق الصحراء من محمد وأصحابه، هؤلاء غزاة تحت الأحذية. تمام. ومصر مصرية وليست عربية ولا إسلامية. أيها الصعلوك عبد الله رشدي، أنت وهذا البدوي الأجرب حفيد رعاة الغنم المسمى شيخ الأزهر، وسوف تستعيد مصر هويتها. وأنتم أيها الضباط والجنود في الجيش المصري والشرطة المصرية والقضاة، عليكم أن تثقفوا أنفسكم وتستعيدوا هويتكم، لأنكم ستكونون جندا لكيمت، لمصر الحقيقية وليست مصر محتلة. وعليكم أن ترفضوا هذا الاحتلال من الآن. وسوف يأتي الوقت المناسب الذي سنفرض فيه الهوية المصرية مرة أخرى، ومن لا يقبلها سيتم طرده من مصر. وتذكروا كلامي هذا. اضحكوا كثيرا أيها المسلمون والعرب، لكن كلامي هذا سيتحقق في يوم من الأيام وأنا واثق. وعندك دولة هي إسرائيل، بعد 2000 سنة 2500 سنة استعادوا هويتهم واستعادوا أرضهم. تمام. فالمصريين ليسوا أقل منهم. المصريين سوف يستعيدوا هويتهم ويستعيدوا أرضهم. وهويتهم دي عشان المسيحيين ما يزيطوش فيها، ليست مسيحية، هويتنا مصرية. المسيحيين هم مثلهم مثل المسلمين، أضاعوا هوية مصر وإن كانوا أفضل، لأنهم احتفظوا كتر خيرهم باللغة القبطية واحتفظوا بالأسماء المصرية أحمس ومينا. تمام. لكن المصريين سوف يستعيدوا هويتهم ويسموا أبنائهم أحمس ومينا وتحتمس ورمسيس. تمام. وتسمي بنتك إيزيس ونفرتيتي، وزي العظيم الخالد دكتور صادق قبني سمى بنته إيزيس، راجل مصري وطني أصيل. تمام. مصر مأصل كده، مش خائن زي حفيد رعاة الغنم شيخ الأزهر. تمام. فسوف نستعيد هويتنا وسوف نعيدها. احنا مش محتاجين نرجع نعبد الامون، مش هنعبد حد، هنبقى ملحدين ما تقلقوش. تمام. لكن نقدس حضاراتنا وثقافات، دي حضاراتنا وثقافاتنا. ابطالنا هم تحتمس والملك رمسيس، بطل مع رمسيس الثاني بطل معركة قادش. مش ابطالنا هم عمرو المطعاص ابن النابغة العاهرة. تمام. لا، دول مش ابطالنا. الابطال الحقيقيين لنا هم مينا موحد القطرين الذي انشأ اول دولة في التاريخ، اول دولة حتى قبل الحضارة السومرية. كان عندهم دول مدن، احنا اول دولة في التاريخ. مينا موحد القطرين الذي وحد القطر الشمالي والجنوبي
الخالد إلى الأبد. مينا نربر أعظم من الله وأعظم من محمد وأعظم من صعاليك الصحراء، هو من جعل مصر دولة. كيمت جبت وليست مصر. مصر ده اسم توراتي وضعوا لها الايه؟ اليهود الحاقدين على مصر. اليهود حاقدين على مصر والمسيحيين حاقدين على مصر زي المسلمين بالظبط. كلهم يحقدوا على مصر عظيمة، أم الحضارة وأم الدنيا، شاء من شاء وأبى من أبى، وستظل خالدة وستسترد هويتها يوما ما، وتحسبونه بعيدا ونراه قريبا. والله أنا أراه قدام عيني. ومصر وهي بتستعيد هويتها، والمدن تستعيد أساميها الحقيقية، والشوارع تسمى على أسماء الأبطال المصريين، وأن يقام أكبر ميدان في مصر يسمى ميدان البشموريين ومدينة البشموريين، ونسمي أبناءنا على أسماء جدودنا وليس على أسماء صعاليك الصحراء البدو الحفاة العراة الذين لم يتعلموا الحضارة والملبس والمأكل إلا من المصريين. وأنتم أيها العرب لا تتفاخروا علينا أبدا. أنا لست عنصريا وكل أجناس متساوية، ولكن لو أن للعالم هذا سادة فهم المصريون أصحاب الحضارة. العالم كله يحترمهم. لا يوجد علم إلا علم المصريات، لا يوجد علم العربيات ولا علم العراقيات ولا السومريات، تمام، ولا المحمديات. علم المصريات، الحضارة التي أبهرت العالم، التي لم يفكر رموزها حتى الآن إلا قليل من الرموز بتاعتها، التي علمت العالم الطب والفلك. وأيضا اليونانيون والإغريق. أنتم عيال المصريين، أنتم أبناء المصريين، أنتم تعلمتم المصريين، لا فضل لكم على المصريين. أنتم أقل من الحضارة المصرية. المصريين هم من اللي علموكم الفلسفة وعلموكم العلم والطب والفلك وكل شيء. فأنت أيها المصري حفيد هؤلاء العظماء. فوق بقى، فوق من الغيبوبة اللي انت فيها. انت مش عربي يا ابني، العرب نفسهم رافضينك. ما تلزقش فيهم عشان انت دلوقتي فقير. انت فقير عشان اتبعت ديانة الغرباء، أديان الغرباء وعقائد الغرباء من مسيحيين ومسلمين. تركت عظمة أجدادك، عشان كده بقيت في الدرك الأسفل. لو رجعت لعظمة أجدادك المتقنين العباقرة الصناع البنايين الذين علموا العالم البناء والمعمار، عندما تعود إلى هذه الهوية ستسود العالم مرة أخرى. لن تسودهم المصريين لم يسودوا العالم بالحرب ولا بالقتل ولا بالإرهاب. المصريين سادوا العالم بفنونهم وعلومهم ورقيهم. لتعود مصر مرة أخرى تنتج العلوم والفنون والموسيقى والغناء والرسم والنحت التي حرمها الإسلام البدوي الهمجي الإرهابي الذي احتل مصر. مصر محتلة حتى الآن، وسيأتي اليوم يا شيخ الأزهر الذي نطردك منه، من مصر. وكما قال الدكتور سيد القمني هنقول لك لم الخيمة بتاعتك وارجع بلدك. هذه ليست بلادك، هذه ليست بلاد رعاة الغنم. أنت حفيد رعاة الغنم، ارجع ارعى الغنم معاهم مرة أخرى. لكن نحن سنبني حضارتنا مرة أخرى كما بناها أجدادنا على الأسس التي بناها أجدادنا. أنتم لم تبنوا حضارة أيها العرب والمسلمون، أنتم سراق حضارة، أنتم همج إرهابيون. فمن ليس ولاؤه لكيمت لمصر فليرحل من مصر قبل أن نرحله عنها بالقوة. ما تستكتروش أنفسكم، أنتم غثاء كغثاء السيل أيها العرب. و77% من المصريين ليسوا عربا، والمصريين واحنا بنشتغل على الأجيال الجديدة مهما عملت لهم معاهد أزهرية ولبستهم حجاب وإنقاب سننزع هذا من على عقولهم، وسنعلمهم حقيقة الأمر وهوية مصر الحقيقية، وأنهم محتلون. العرب والمسلمون محتلون وسلبوا عقول المصريين وغسلوها بالدين. سنستعيد هويتنا مرة أخرى، أنا أعدكم بذلك، أنا أعدكم بذلك. سوف نستعيد هويتنا ولن يستطيع أحد طمس هويتنا أبدا. أيها المصري، أجدادك قد قاتلوا قدر استطاعتهم ورفضوا خيانة المقوقس وتسليمه لمصر،
والاسكندرية، وقاتلوا أيام قتال في حدود إمكانياتهم. تمام. والعرب والمسلمون غزاة حتى الآن، ويجب علينا العودة إلى هويتنا. أنا مش بقول لك روح اعبد أمون، لا، عد إلى هويتك وتعلم اللغة القبطية، ولنتعلم اللغة القبطية مرة أخرى ونعيدها لغة مصر. تمام. ونعيد ما تم طمسه من الهوية المصرية، ونحتفل بأجدادنا العظماء، ونقبل العرب على أنهم أقلية أو يعني طائفة من الطوائف الموجودة في مصر، لكن نشيل اسم مصر العربية ده. كل مصر شريف يجب عليه أن يطالب الرئيس بإزالة كلمة جمهورية مصر العربية، وإزالة النص من الدستور بأن مصر دولة إسلامية عربية. هذه معركة يجب أن نقاتل فيها جميعا، ويجب أن يزال نسر صلاح الدين من العلم المصري، ويتعمل علم مصري جديد. لو عايز تحط نسر، حط نسر حورس، تمام، مش نسر صلاح الدين. تمام. ونضع علما بالألوان التي تمثل مصر، وهي الأصفر والنيلي والأخضر، علامة على الصحراء والخضرة والنيل العظيم. ونضع عليها، يعني عايزين حد يصمم لنا، كويس إن أنا افتكرت، حد يصمم لنا علم مصري ويبعت لي صورته ضروري على الإيميل. هتلاقوا الإيميل في تعريف القناة. تمام. علم مصري يتكون من الألوان الأصفر والنيلي والأخضر، 3 ألوان كده بدل الأبيض والأحمر والأسود، وفي الوسط كده تمام نسر حورس العظيم، وفيه مكتوب باللغة الهيروغليفية مكتوب كيميت اللي هو اسم مصر. يعني عايز حد يصمم لي هذا العلم تصميم جيد ويبعته لي، عشان إن شاءت الطبيعة وقد تضحكون علي الآن، سيكون هذا علم مصر يوما من الأيام، وتذكروا كلامي هذا. وسوف نستعيد هويتنا ونعيد لمصر هويتها، ولن تكون مصر كما سماها اليهود مصرايب، ستكون كيمت وتعود لاسمها الأصلي. تمام. كيمت أو جبت. تمام. اسمها الأصلي. وأنا أطالب الرئيس المصري بأن يسمي العاصمة الإدارية الجديدة اسم فرعوني قديم ككيمت، أو منف، أو منفيس، أو هليوبوليس. تمام. وإن كنت أنا يعني أرجح كلمة اسم كيمت، تبقى كيمت عاصمة مصر، أو كيمت عاصمة كيمت، مدينة كيمت عاصمة كيمت. هكذا أتمناها وكذا أتصورها. قد يضحك علي بعض السذج والمغفلين. دولة إسرائيل الداعسة على أنوفكم الآن ابتدأت فكرتها بمسرحية عملها تيودور هيرتزل على ما أتذكر، أو شخص آخر، مسرحية في القرن ال19 نتج عنها هذه الدولة التي هي أقوى دولة في الشرق الأوسط. فلا تعتبروا كلامي هباء، ممكن كلامي ده يكون بادرة لإعادة الهوية المصرية، وتعود مصر تمام كالعنقاء من التراب، وتعود كيمت مرة أخرى. تمام. ويكون عاصمتها كيمت، وعلمها العلم المصري الذي عليه نسر حورس. تمام. الأمر يبدأ بالإيمان، أن تؤمن بقضية استعادة هوية مصر. تمام. وابذل قصارى جهدك في هذا الأمر، وسوف تستعيد مصر هويتها بعزم الرجال. بعزم الرجال وليس بالأمنيات فقط، بعزم الرجال المخلصين اللي أنا متأكد هم موجودين في كل حتة في مصر، في الجيش وفي الشرطة وفي الدولة ومؤسسات الدولة. يعني كلهم يشعرون بانتمائهم لمصر، وكلهم لما سمعوا الأنشودة بتاعت إيزيس في حفل نقل المومياوات المصرية يعني قلوبهم اهتزت، وشعروا بهويتهم، وأن العروبة والعرب والإسلام ليسوا منهم، وأنهم فرضوا عليه. فسوف نستعيد هويتنا مرة أخرى يوما ما، وسوف أذكركم، وعندما تستعيدوها تذكروا الشخص البسيط اللي قدامكم كده، وترحموا على روحه. المصريين الذين تم غسيل دماغهم بيقدسوا عمرو بن العاص الذي غزا بلادهم وسبى جدتهم وقتل أجدادهم وقتل المصريين، بيمجدوه. المصريين، شفت المصيبة؟ أنتم أيها المصريين لستم عربا، أنتم لستم عربا. العرب غزوا بلادكم غزو استيطاني ودمروا هويتكم. أنتم مسلوب العقل، أنتم كلكم مسلوب العقل، بمفكرينكم بمثقفينكم بكبرائكم مسلوب العقل، لأنكم لستم عربا أصلا، فضلا عن مسلمين.
حريق مكتبة الإسكندرية. وطبعا ده الحدث ده هيبين لنا زي ما شيخ الأزعر أحمد الشرير كان يقول لك ملأوا ليه فتحوا البلاد وملؤوها نورا. حرق أكبر مكتبة في العالم، المسلمين حرقوا أكبر مكتبة في العالم كانت موجودة في وقتها. تعالى بقى نشوف. كان بيسخر من المصريين ويحتقر المصريين، ولا يزال البدو العرب الأجلاف في جزيرة العرب يحتقرون المصريين، لأن هم بيحتقروا اللي بيعمل وبيكسب من إيه؟ من عرق جبينه. المصريين أهل صنعة وأهل زراعة وأهل صناعة. ديت الخصال دي مش من العرب، دي خصال المصريين الأصلية الفرعونية القديمة، أهل زراعة وأهل صناعة وأهل حضارة. العرب بقى بيحتقروكوا عشان انتوا أهل زراعة وأهل صناعة، لأن العرب عايشين على السطو المسلح والسرقة وسرقة تاريخ الآخرين وسرقة حضاراتهم. حضاراتكم سرقت وتاريخكم سرق أيها المصريون. أدي عمرو بن العاص. وظن أن يوحنا مجنونا لكي يهتم بهذه الرقوق العتيقة والجلود العفنة. طبعا واحد بدوي زي عمرو بن العاص جاهل أجرب، اللي عرفه بالكنوز اللي موجودة في مكتبة الإسكندرية التي كانت تحوي علوم وفلسفة العالم في وقتها. اللي عرفه شايفها حتة جلد بالظبط زيه زي الشيوخ اللي موجودين دلوقتي. تمام، زيهم زي الشيوخ اللي موجودين دلوقتي اللي بيحتقروا العلم وبيحتقروا نظرية التطور وبيحتقروا علم الغرب وبيحتقروا الحضارة الغربية وبيحتقروا علوم الفلك وبيقول لك الأرض مسطحة. هؤلاء الجهلاء السفهاء الذين يصدقهم بعض الجهلاء والسفهاء. تمام. ابن باز قال من يقول ان الارض كرة كافر. ده رأي هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية، اهم دولة اسلامية. فطبعا العرب طول عمرهم يعني الى يومنا هذا ليس لهم باع في العلوم يعني، ولا تهمهم في شيء. تمام، ولا عمرهم صنعوا اي علوم. وكذبت الحضارة العربية دي كل العلماء اللي فيها كانوا فرس وشوام ومصريين، ما كانش فيها عرب. لو العرب كانوا صنعوا حضارة كان عاصمتها تبقى مكة حبيبي. لو كانوا صنعوا حضارة قبل كده كانوا عرفوا يصنعوها دلوقتي. ما تقوليش بقى عندهم ابراج، هم عايشين على فلوس البترول، ما يعرفوش يصنعوا شطافة. فطبعا ايه، افتكر هو عمرو المتعاص ده، افتكر بقى العالم الكبير بتاع مكتبة الاسكندرية افتكره مجنون، عشان قال لك ايه شويه بتاعت الجلود اللي ملفوفه دي. تمام. فظن ان يوحنا مجنونا لكي يهتم بهذه الرقوق العتيقه والجلود العفنه، مضيعا حياته في عمل غير مفيد. يعني عمرو بن العاص شايف ان عمل العلماء ده زي علماء سبحان الله يا اخي، زي شيوخ المسلمين بالظبط دلوقتي بيروا ان انت علوم الفيزياء والفلك والطب والحاجات دي مضيعه للوقت، وان العلم الحقيقي هو علم حدثنا فسيان عن زرطان عن خريان عن كلب الصحراء الممحون محمد. هم شايفين ده العلم، لكن علوم بقى الفيزياء والكيمياء والاحياء ونظريات التطور والكلام ده وتلسكوب جيمس ويب، لا ده مش علم، ده علم لا ينفع بالنسبه لهم. شفتوا أيها المصريون عندما اتبعتم هذه العقيدة المتخلفة البدوية الهمجية صرتم في قاع الأمم. دين المصريين القدماء اللي انتوا بتعبوا عليه ده يكشكوا كانوا بيعبدوا صابع رجليهم حتى، بس دينهم خلاهم عظماء، دينهم خلاهم بنوا الأهرامات، دينهم خلاهم اتعلموا التحنيط والطب وعلموا العالم كله. دينهم كان نافع، دين المصريين القدماء كان نافع. دينكم دلوقتي فاسد، بيضركم وبيخليكم في قاع العالم وبيحتقر العلم وبيحتقر الفن. عشان كده انتوا بقيتوا في قاع العالم بعد ما كنتوا أمة صاحبة حضارة، أكبر حضارة كانت في العالم، عشان اتبعتوا دين البدو، دين الغرباء، دين الغزاة، دين الهكسوس. العرب دول هكسوس. تعلموا من جدكم أحمس كده طارد الهكسوس واستعيدوا هوياتكم. الغزو الاستعماري الاستيطاني العربي الإسلامي لمصر الذي لا زالت آثاره ممتدة حتى الآن، متمثلة في الأزهر الذي هو الرمز الأول للاحتلال العربي الإسلامي لمصر. ولذلك يجب على كل
مصري شريف أيا كان دينه ومعتقده أنه يحارب هذه المؤسسة ويسعى إلى إغلاق هذه المؤسسة الإرهابية التي ترهب المصريين وتفرض سطوتها عليهم. هي بقايا عمرو بن العاص. فالشيخ أحمد الطيب هو عمرو بن العاص هذا العصر، تمام، وهو الغازي بتاع هذا العصر، تمام. والأزهر هو حصن بابليون هذا العصر، هو حصن وقلعة الاحتلال العربي الإسلامي لمصر. ويجب على مؤسسات الدولة الوطنية المخلصة وعلى المخلصين الصادقين لهذا الوطن في كل مكان السعي إلى إغلاق هذه المؤسسة الغازية لمصر التي تمثل الغزاة والعرب المسلمين. فمصر ليست عربية وليست مسلمة وشعبها مسلوب العقل، ونحن نرجو من مؤسسات الدولة أن تعطينا فرصتنا لعرض وجهات نظرنا كما تعطي الفرصة للعرب الإرهابيين البدو من أمثال شيخ الأزهر وعبد الله رشدي وأزلامه وشيوخ السلفيين لعرض وجهات نظرهم الإرهابية الكاذبة التي تزور تاريخ مصر. ما قلته في هذه الثلاث حلقات هي تاريخ مصر حقيقي. المصريين لم يرحبوا أبدا بالغزاة العرب وقاتلوهم أشد القتال، وأنهم لم يدخلوا الإسكندرية إلا بخيانة المقوقس، وأن عمرو بن العاص ارتكب إبادات جماعية في المصريين وكان يبيد القرى وأهلها ويبيد النساء والأطفال والرجال، ويبعث ويرسل نساء المصريين كعبيد وسبايا وجواري للعرب البدو في المدينة. فأنت أيها المصري جداتك أخذوا سبايا، وتحليل الجينات المصري أثبت أن 77% من المصريين هم مصريون خلص يحملون نفس الجينات التي يحملها رمسيس الثاني وملوك مصر القدماء. فأنتم أيها المصريون لستم عربا ولستم مسلمين. تم فرض العروبة والإسلام عليكم كما رأيتم بالإرهاب وبالقتل وبالجزية، وتم سلب ونهب مصر مئات السنين بواسطة العرب وسرقة ثرواتها وإفقار شعبها حتى كاد أن يهلك ويبيد. فيجب عليكم أن تتعلموا تاريخكم الحقيقي وتعلموه لأولادكم وتعلموهم أن العرب غزاة احتلوا مصر، العرب غزاة احتلوا مصر، والإسلام غازي لمصر احتل مصر، وأن المسيحية فرضت بالقسر على المصريين لا عن رغبتهم، تمام. فهي ليست بريئة، هي مثل الإسلام فرضت على المصريين فرضا، وتم سحل هبتها في شوارع الإسكندرية بواسطة قساوسة المسيحيين. فالمسيحية والإسلام غريبين عن النسيج المصري. أنا لا أقول لكم ارجعوا اعبدوا آمون تاني، خليكم على دينكم، بس خلوا ولاءكم لمصر، اسجد لمصر، لا تسجد لآلهة الغرباء البدو الذين احتلوا بلادك وسلبوا عقلك وفكرك. يعني أسوأ نوع احتلال في العالم، ده سرق أرضك وسرق نسائك واستعبدك وفرض عليك الجزية وطمس هويتك وخلاك مسخ. انت مسخ ايها المصري، تدافع عن الغزاة الذين غزوا بلادك ومسخوا هويتك وطمسوها، وانت تدافع عنهم. استفق يا رجل، افق مما انت فيه، اقرأ التاريخ، لا تضع رأسك كالنعامة في الرمال. هذه هي الحقيقة وهذا الواقع سردت لك. أنت تم احتلالك بواسطة العرب والمسلمين، أنت تم احتلالك ومرتين، مش مرة واحدة، مرة عمرو بن العاص ومرة التانية العثمانيين. ويطلع لك هذا الكلب الخائن الوطني عبد الله رشدي يقول لك أسيادي من بني عثمان، كان يجب يتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وإعدامه بعد هذه الكلمة، لأنه يمجد في قوم غزو بلده بني عثمان العثمانيين. هو بيمجد فيهم ليه؟ لأن هم اللي علوا من شأن الأزهر، هم اللي علوا من شأن الأزهر، قلعة الاحتلال العربي الإسلامي لمصر.
فاستفق أيها المصري، أنت قبطي، سواء كنت مسلم أو مسيحي أنت قبطي، أنت حفيد البشموريين الثوار الذين ثاروا على الاحتلال العربي الإسلامي وقاتلوا بشراسة 70 عاما. فمصر ليست عربية وليست إسلامية، ولن تفرضوا علينا إرهابكم، وسوف نستعيد هوية مصر ولو بعد 100 سنة. وبداية الغيث قطرة. وزي ما قلت لكم، إسرائيل اللي هي جنبك دي أقوى دولة في الشرق الأوسط بتديكوا على دماغكم كلكم، دي ابتدت بمسرحية عملها تيودور هرتزل، مسرحية عن دولة إسرائيل. هو اللي قوم الفكرة، ما كانتش الفكرة دي كانت مش موجودة عند حد، محدش كان فكر فيها، هو بقى اللي فكر فيها. واحد بفكره قدر يغير لغاية ما بقت دولة اهي، من مسرحية لدولة. فلما لا؟ لما لا يعني؟ لما لا ترجع مصر لهويتها؟ لما لا نسمي أسماء شوارعنا على أسماء جدودنا مش على أسماء الوزاة؟ مصر فيها مليون شارع اسمه عمر بن الخطاب، وزي ما شفت حرق مكتبة الإسكندرية، الجاهل البدوي الأجرب. سمي شوارعنا على أسماء ملوكنا وأسماء أصحاب تاريخنا الحقيقي. العالم كله بيدرس تاريخنا، العالم كله مناهج الأمريكية فيها التاريخ المصري القديم، واحنا ما بندرسوش احنا المصريين. بيدرسوا لنا تاريخ عمرو المتعاص ابن النبغة العاهرة، عاهرة مكة الأولى، ده اللي بيدرسوه لنا. يقول لك فتح مصر. شفت فتح مصر عمل ايه يا حبيبي بقى؟ حرق الكتب اللي فيها كلها. غزو إرهابي استيطاني همجي لا زال مستمرا إلى الآن. فلا تمجد الغزاة واستعيد هويتك. ونسمي كده قطاعنا العسكرية بأسماء فرعونية. عندي حاملة مروحيات اسميها اخناتون. مين جمال عبد الناصر ده؟ تصدف اللي خلفك الصم، ده قومي عربي فاشي خاين لبلده، ساعد في طمس هوية بلده. سمي حاملة الطيارات سميها اخناتون، سميها تحتمس التالت. سمي الغواصات بتاعتي حتشبسوت ونفرتيتي. اسمي اسراب الطيارات اسميهم انوبيس وسخمت وسوبك وبسماتيك. هما دول جدودي، وهما دول المفروض تبقى الرموز اللي في مصر، مش الرموز العربية الإسلامية. فاستفيقوا أيها المصريون وتعلموا تاريخكم الحقيقي. أنتم في غيبوبة كاملة وأنا أوقظكم. استفيقوا واعرفوا تاريخكم الحقيقي، وأنتم لستم عربا ولستم مسلمين.